السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة وسعادة. صباح الفل عليكم. صباح السعادة، صباح الهنا، صباح كل حاجة حلوة ان شاء الله. دلوقتي احنا الصبح، وانا لسه جايبين بقى العيش والعيش الطازة. من عادتي ان انا لازم افركه من الردة، علشان مش بحب فيه ردة وانا حطاه في الفريزر. يلا نشوف عملنا ايه. احنا كده خدنا على الفطار سندوتشين جبنة على السريع، وابتديت اجهز الغدا. هو كان غدا بسيط وسريع، لاننا كنا صاحيين متأخر في اليوم ده. فقالوا لي ناكل ايه، نعمل ايه. خلاص اتفقنا على ان بيتزا، بس بيتزا من نوع تاني. هي مش بيتزا، هي تعتبر زي ساندوتشات طرية جدا. مش قادرة اقول لكم، نار نار اي ده كانت مولعة جدا. طرية قوي، هشة كده وطعمها حلو جدا جدا جدا، بأي حشوة موجودة عندك في البيت. سهلة وبسيطة وسريعة. ويلا نشوف عملناها ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. ده كده كيلو دقيق منخول، منخول كويس، ومعاه ذرة ملح، وحطيت نص معلقة بيكنج باودر، و3 معالق كبار لبن بودرة. 3 محترمين كده حلوين يعني. ولو عندك لبن حليب برضو حطي. و... ودي تركة انا عرفتها لسه من يومين 2. المايونيز حلو جدا ويخليها طرية جدا. من منى حبيبتي. وكمان حطيت 3 معالق زيت زيتون. احنا بنجيبه كده من مطروح، زي اللي هو الزيتون البكري يعني. وبضاية طبعا لتعزيز الطعم ولزيادة البروتينات فيها. وهقلبها كويس كويس. وطبعا الخميرة انا حطاها في ربع كوباية مية، مية دافية، ومعلقة سكر كبيرة. لو حابة تحطي معاها زبادي كمان هيبقى حلو جدا وهيعزز الطعم قوي. شايفين انا كده الخميرة بتاعتي شغالة. هحطها كلها، وهي تعتبر معلقة كبيرة من الخميرة. حطيتها على مقدار كيلو الدقيق. حابة تحطي خميرة فورية براحتك، بس انا بحب الخميرة البيرة، بحب طعمها في المعجنات اصلا يعني. هقلبه كويس، نسيب المعلقة ونخلط بايدينا واعجني بقى. طبعا هديله كمية المية المناسبة زي ما قلتلك. لو حابة تحطي لبن براحتك. اعجني بقى ولدتي، واعجني واعجني ولدتي، وعيشي بقى حياتك انتي والطبق والدقيق سوا سوا. بصوا، انا مش بعمل بمقادير، مش بعمل اي معجنات بمقادير، معرفش. انا عارفة ان العجينة دي بتاعة الحاجة الفلانية لازم تبقى طرية بشكل معين، بطلعها طرية بشكل معين. العجينة دي لازم تبقى يابسة وناشفة بشكل معين، بطلعها بشكل معين، ما اعرفش. كده انا خلاص الحمد لله خلصت عجن الدقيق. معلقة زيت كده على الوش علشان ما تلزقش. شقلبيها في الطبق وغطيها. انا غطيتها بالغطا وفوقيه فوطة، وحاولي تحطيها في مكان دافي. الجو ابتدى يسقع فبتاخد وقت في الخمر. هنا انا كنت بوريكم ان انا عملت ال3 سندوتشات دول، بس كان في مقطع يعني التصوير الاولاني تاه في السكة، المشوار كان صعب شوية. ف كده انا كنت بجهز معلقة سكر وحبة مية، دوبتهم مع بعض وبعمل بيهم بس على الوش
عشان تدي لون وبتفضل طرية وحلو. وطبعا بالشوكة لازم تخرميها علشان ما تخمرش زيادة في الفرن. زيها زي اي معجنات انتي مش عايزاها تخمر زيادة. فهنا بقى ابتديت اعمل ساندوتش تاني. ومش بعجن بنشابة، مش بفرد بنشابة، انا بحب افرد العجين بايديا. بحس كده براحة نفسية لما بعجن ولما بفرد العجين. الدقيق والخبز والمعجنات عموما في البيت بتدي خير وبركة والله العظيم. ومعايا فلفل الوان وطماطم متقطعة وفلفل اخضر. حطيت الاربع الوان والبسطرمة، انا عندي بسطرمة بس الساندوتشين دول معمولين ببيض، بس الباقي معمول ببسطرمة. والجبنة الرومي والجبنة الموتزاريلا. واقفلي الساندوتش بتاعك وهتاكلي احلى ساندوتش. طبعا لو حابة تعمليها بيتزا، بتعملي معلقتين الصلصة طبعا وبتفرديها في الصينية وهي بتبقى بيتزا. يعني هي تعتبر نفس مكونات البيتزا ونفس الحشوات تعتبر، لكن انا عاملاها ساندوتش. على فكرة هو يبقى كويس جدا 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 في اللانش بوكس للأولاد، لو لسه بتفكروا تودوا المدارس يعني. ربنا يحل الأزمة بتاعت المدارس دي على خير، لأن طول ما المدارس متواجدة ربنا يسترها يعني. شايفين الشطرة؟ افرجي فرجي فرجي بس زي الفل اتفردت. والساندوتش التاني ده بيض مسلوق عادي متقطع طرنشات وفلفل اصفر وفلفل احمر وطماطم والجبنه الرومي والجبنه الموتزاريلا. وكلي احلى ساندوتش بيتزا او بيتزا ساندوتش. هتحسي معاه كده بالفخفخينه يعني زي ما بيقولوا. عايزه اقول لكم انا اولادي بيبقوا قاعدين جنبي كده في الفرن اساسا، يعني مستنيين الطعم ده. ده شكلها وهي خارجة من الفرن. ايه رأيكم؟ بصراحة روعة الروعة، طرية جدا وهشة جدا. دي اللي بالبسطرمة طعمها حلو قوي قوي. ومعها شيبسي وخيار متقطع. واتغدينا، وطبعا بعد ساعة جم قالوا لي احنا جعانين، طب نعمل ايه؟ اضطريت طبعا ان انا ادور على اكل تاني. اليوم اللي بيبقى فيه الغدا خفيف، شايفين دي البسطرمة سخنة مولعة، شكلها فوق الرائع فوق الرائع بصراحة. وطعمها خرافة خرافة خرافة. يا رب تجربوها وتقولوا لي ايه رأيكم فيها. هي سهلة وبسيطة جدا وإلى حد ما يعني بتشبع حوالي 2-3 ساعات. بعد 2-3 ساعات هنعمل ايه؟ اضطرينا نعمل اكل تاني. ده مروان ابني بيقول لكم يا ريت تحطوا لنا اللايك، يا ريت تشرفوني باللايك والشير والاشتراك وتفعلي الجرس عشان يوصل لك كل جديد معايا. اضطريت بقى طبعا ان انا كان عندي صلصة، سلقت شوية مكرونة، وكان عندي اقل من ربع كيلو لحمة مفرومة، عصقته ومعاه بيضتين وفلفل الوان. بس بعد ما يتعصج الاول بتحطي معاه فلفل الوان وبتكسري عليه عدد البيض اللي انت بتحبيه. وطماطم شرايح والزيتون والبصل. وتعشينا والحمد لله. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ويا رب تكون طريقتي عجبتكم، ويا ريت تصلوا بينا على النبي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا ريت تجربوا طريقة البيتزا
وطريقة اللحمة المفرومة دي جميلة جدا جدا جدا، وولادي بيعشقوها بصراحة، بيعشقوها جدا. لو ما انتيش لو انا ما قلتش على اكل معين هناكله، تاكلوا ايه؟ ناكل كذا. لحمة مفرومة ببيض، جنبها مكرونة، جنبها شيبسي، وبتبقى زي الفل، وبيبقوا مبسوطين جدا جدا وهم بياكلوها. الاولاد عموما بيحبوا الاكلات الخفيفة السريعة اللي بتجوع بسرعة، اللي بتضطرنا نعمل اكل تاني بسرعة. بألف هنا وشفا على قلبهم، وبألف هنا وشفا عليكم لو جربتوا الوصفة دي، وتقولوا لي ايه رأيكم في الكومنتات. وشرفتوني ونورتوني وكترتوني. اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.